الفيديو اللي كسر الدنيا عملت شورت عن ايس باث، جاب ارقام كبيره جدا واسئله كتيره جدا وحاجات غريبه جدا في بنت قالت لي انا جات لي سكته قلبيه، فانا يعني مش عارف ازاي جالها سكته قلبيه وكاتبه كومنت. يعني في ناس خايفه من الايس باث وناس عندها اسئله كتير، فلهذا صديقي العزيز اليوم سنتكلم عن طيب مبدئيا ايه اللي بيحصل لما جسم بني ادم يخش في ميه ساقعه ايا كان بقى باث يعني جردل وتنزل فيه او تاخد شاور ساقع؟ ايه اللي بيحصل؟ واحده واحده بتجري ليه؟ واحده ورانا ايه؟ على مهلك يا حبيبي. ونفهم جسم بني ادم بيتعامل مع ده ازاي، وازاي دي ليها فوائد. بقى اي حاجه في الدنيا ليها اضرار. ما هو سر الحياه؟ الماء، صح؟ ميه، من غير ميه هنموت، كل حاجه هتموت، صح؟ لو شربت 5 جالون ميه في ساعه هتموت. ايه ده؟ ازاي؟ ميه سر الحياه، ازاي اموت من الميه؟ لانه اي حاجه زياده عن حدها بتعمل سايد افكتس، بتعمل اضرار. فمش هاجي اقول لك مثلا الموز حلو كل موز تروح تاكل 5 كيلو موز، لا، خير الامور الوسط. ده مبدأنا في الحياه وفي ديننا، وعشان كده بننفذه في الرياضه. مبدئيا لما تنزل في كولد باث ايه اللي بيحصل؟ عروقك بتصغر. لما عروقك بتصغر بتضغط الدم وبيقل الانفلاميشن. ما هو الانفلاميشن؟ اللي هو الالتهابات. اقول لك مثال حقيقي حصل لسه من اسبوع. انا رحت مع والدتي عندها مشكله في ركبتها، قال لها هتمرنيها بالطريقه دي، تمارين سهله جدا في البيت عشان تقوي العضله وتشيل من على الركبه، من على ضغط الركبه. وبعد التمارين هتمشي شويه، اول ما ترجع تعمل ايه؟ تحط تلج على ركبتها. ليه؟ ماما قالت له انا ركبتي بتورم، والله انا بعد ما بمشي يا دكتور ركبتي بتبقى قد كده. قال لها ماشي، حطي كيس تلج عليها. فقمت انا رافع ايدي كده، قال لي اتفضل. قلت له حضرتك هو ليه بنعمل كده؟ عشان انا كنت بعمل دراسه عن الايس باث وعايز اسمع منك انت رايك يعني. فقال لي دلوقتي لما احط التلج على المنطقه دي مش هتورم. ليه؟ عشان نرجع للموضوع ده، بيقلل الالتهاب اللي هو انفلاميشن، وبالتالي بيقلل الورم. الورم ده ساعات بيبقى ميه، جسمك عشان يحمي المنطقه دي ويساعدها بيعبيها ميه. اكشلي العكس احسن، لو انا حطيت تلج او نزلت في تلج هيساعدني اريكفر واقلل الالتهابات دي. يبقى اول نقطه معانا كده، الماء البارد بيقلل الالتهابات. قلل الالتهابات يبقى قلل الاورام، السويلنج. لما ده يقل الريكفري يعلى. ومش بس كده، هو هيقلل آلام العضلات. يعني انا دلوقتي لو لاعب تشيست جامد قوي موت نفسي وجعني جدا، اما انزل في جردل تلج ولا حاجه هيقلل الانفلاميشن ده، فالريكفري هيبقى اسرع، هحس بوجع اقل في العضلات. النقطه الثانيه معانا النهارده حبتين الالام. مش انت ممكن تلعب حاجه وتقعد 3 ايام العضله دي وجعاك؟ انا كسام رجلين، يعني النهارده لاعب رجلين، انا عارف ان انا اليومين الجايين هيبقوا زعل، يعني موتت نفسي الصراحه. ولكن في ساعات ناس عضلتهم بتوجعهم يومين 3، ده هيقل من الايس باث. ليه؟ بيعمل ايه؟ بيقلل اللاكتيك اسيد اللي في العضلات. اكيد كلنا سمعنا عن اللاكتيك اسيد، صح؟ الميه الساقعه كولد شاور او ايس باث بيقلل اللاكتيك اسيد في العضلات، فآلام العضلات بدل ما هي 3-4 ايام ممكن تبقى يومين وتقل. فانت بتقلل البين، الالم. ازاي؟ بانك بتقلل اللاكتيك اسيد. دي كده النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هي فاسكو كونستريكشن، انقباض الاوعيه الدمويه. واحده احنا لما بنروح الجيم بنبقى عايزين عروقنا كبيره. ليه؟ لما العروق بتنفش، زي مثلا ساعات بناخد لها ارجينين او بري ورك اوت والكلام ده، صح؟ واحده بص هفهمك يعني بابسط حاجه في الدنيا. العروق لما بتتخن بتودي دم اكتر وبامب اكتر لفين؟ للعضلات. انا بتمرن دلوقتي عايز اكتر كميه دم تخش عضلات. لما بقى اصغر العروق ويبقى الضغط عالي، خلي بالك لما العروق بتكبر زي خرطوم الميه، الضغط بيكبر، يحصل ايه؟ ميه تنزل بالراحه بتروح العضلات. دي عروقنا. اقفل الخرطوم بصباعي الضغط بيزيد، بيروح فين؟ بيروح للكور اورجنز، للاعضاء. انا عايز ده، لانه في التمرين انا عايز الدم في العضلات، بره التمرين انا عايز الدم في الاعضاء. لما الدم يروح الاعضاء بيبقى فيه هاي اكسجين، بيساعد ان كل اعضائك تتغذى اكتر
لانه انا خدت غذاء واكسجين اللي في الدم حطيته في العضلات اثناء التمرين. بقيه اليوم لا، انا عايز بعديها افصل بقى، خلاص شكرا هنا نو مور، مش محتاج. انا عايز الكور بتاعي واعضائي ومخي يوصل لهم اكسجين ونيوتريشن، تغذيه. في الاول وفي الاخر ده مصنع، المصنع في ناس شغاله جوه عشان تطلع لك ايه؟ العضلات دي. فانا محتاج الناس دي اديها بقى ايه؟ وقتها. انا مرنت في الجيم، كسرت، بره الجيم بريكفر، بعالج. اللي بيعالج وايه اللي بيكفر وايه اللي بيكسر بروتين ويوديه ويسويه، والمخ وكل حاجه تانية هتساعدني على بناء العضلات محتاجه تغذيه، محتاجه كهرباء، محتاجه ميه ونور. ايه هو الميه والنور؟ الدم هو الميكروباصات اللي بتوصل اي حد في اي حته. فانا هقول له الميكروباص ده يا اسطى انت طالع على الكلى اليمين، مشوني يا جدعان بس عشان مستعجل. يا اسطى انت طالع على الكبد الشمال. حاسب كده حاسب كده. انا عندي 2 كبد انتوا 1. ففي الحاله دي بيوصل لهم تغذيه اكتر، ميكروباصات جايه، اكل، نيوتريشن واكسجين. بقى الافشنسي بتاعته اعلى. يعني ما انت لو كبد تعبان تلاقي جسمك تعبان وبتعبي ميه مش تبني عضلات. لو الكلى تعبانه نفس الحاجه، مش عارفه تكسر، مش عارفه تسوي، مش عارفه تفلتر، مش عارفه تنظف. بالذات واحنا عاملين لو كارب محتاجين شويه سقعه عشان الدم يروح للاماكن المهمه دي. دان. تعال نخش على النقطه الرابعه. النقطه الرابعه بتخدم النقطه الثالثه، انه لما العروق صغرت راح اكسجين وغذاء اكتر للاعضاء، عشان انا محتاج ده ليه؟ للريكفري. فانا لما ايه اللي بيحصل؟ جسمي بيقول طيب فين اهم حته انا محتاج فيها دم دلوقتي؟ الكور. فتلاقي حتى جسمك زي ما تقول ايه؟ قشعرينه. عارف القشعرينه؟ ما هي القشعرينه صديقي العزيز؟ مش لما صاحبتك تقول لك حاجه وتكتشف ان انت بتكلم واحده وتترب، مش دي. في قشعرينه التانية برضو، مش لما تلاقي عربيه داست قطه وبتعمل كده، مش دي. لا. كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا شرع ربنا يا ويلي؟ في قشعرينه ثالثه وهي الميه الساقعه. انت لما بتنزل ميه ساقعه بتحس ان انت جسمك شعرك وقف، صح؟ عارف ده ايه؟ الدم لما بتنزل في تش ساقع بيجي لك جوس بامب، صح؟ الدم بيتسحب من تحت الجلد والعضلات ويبدا يخش جوه. فتخيل نفسك كده كل الدم بدا يخش جوه. لما الدم بيسحب من تحت الجلد فتحس راس الشعره بانت اكتر، لانه الميه اللي هي دم اتسحبت جوه، عشان كده تحس بقشعرينه. النقطة الخامسة انه في العملية دي العضلات فيها ويست، فيها حاجات احنا مش عايزينها، او كل حاجة في حياتنا احنا عايزينها بس في منها كتير بيسبب آلام الايام المقبلة. عشان اقلل هذه الاشياء والآلام تقل مع البريشر، لما البريشر يقل من الماسلز بنبدا نخسر الحاجات دي زي اللاكتيك اسيد وغيره. النقطه السادسه وهي العقل صديقي العزيز. طبعا نفس الاعضاء اللي بيروح لها غذاء، ميكروباصات محمله اكسجين والنيوتريشن بتروح للمخ، وانا محتاج انه مخي يبقى اليرت، فببقى عايزه ياخد شويه اكسجين. نقطه تانية وهي التحمل. يعني ايه تحمل؟ لما بنزل في ميه ساقعه او باخد شاور ساقع ببدا اعرف اتعلم اكونترول ماي ايموشنز، احساسي. بقعد انا سقعان وعايز امشي بس بقول لنفسي دي حاجه كويسه للجسم، وبهدي نفسي وببدا اتنفس انا هدي سيكا لا مرابيع تعال الله يخرب بيتك. من الاخر تمرين منتل زيه زي اليوجا وزيه زي الجيم. كل الحاجات دي لما تحس بديسكمفورت، يعني تحس بعدم راحه، بس انت بتقول، او يعني انت مخك، ما انت بتكلم نفسك جوه في كده، بنكلم بعضنا، فبيقول له فاكس تقيل او فاكس ساقعه او فاكس مؤلم، او فاهم. في واحد تاني بيقول له لا انت لا تستسلم يا صديقي، تقدر تعمل كده، فاهم؟ مش عارف انت الاحساس دي. انا كسام يعني ببقى داخل دريفتايه، يعني حاسس انه هخش الناحيه الثانيه، وبعدين واحد بيقول له يا مان تو فاست، الثاني بيقول له راجل يالا مالك في ايه، سقط نقله كده، فاهم؟ فانت دايما في صراع هنا. فاحنا عايزين الجود بوي يكسب. الجود بوي يكسب في الحاجات اللي انا محتاج اعملها. فانا في ميه ساقعه ببقى مركز كنترول ماي بريذنج، فاهم؟ حط بقى عيل صغير في ميه ساقعه عايز اطلع، عايز، صح؟ فانت بتمرن مخك على الثبات الانفعالي. الله عليا الطلاق حكم، يلا حكم. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ طيب النقطة السابعة دي كان في واحدة كتبت كومنت في الشورت بتاعي او الريل بتاعي، قالت ده بيجيب سكتة قلبية، ازاي تقول للناس تنزل في ميه ساقعة؟ ألف سلامة على حضرتك.
لو عندك مشاكل في القلب او الضغط ممكن تتفادى الحوار ده، لانه ده بيعلي الضغط اكشلي يعني. والعكس صحيح، احنا كلاعيبه يعني بنتمرن وكده، فحياتنا الطبيعيه ضغط الدم بيبقى اقل. يعني فور اكزامبل، حسين كوره كبيره طول اليوم ضغطه مثلا 100 الهارت ريت، سموي بيتمرن هارت ريت بيوصل 130 في التمرين، وانا مش بتمرن بقى بينزل ل 60 70. فالرجل الرياضي ضغط دمه واطي في بقيه اليوم مش في وقت الاكسرسايز، يعني كانه ده ما بيتمرنش فبيفضل هارت ريت كده. اللي بيتمرن هارت ريت بيعلى في التمرين وبيقل في الحقيقه، بس في الحقيقه اكتر من التمرين، لانه التمرين ساعه ساعتين، الحقيقه اللي هو بقيه اليوم يعني مش عارف ليه بقول حقيقه 22 ساعه. فاوفر اول انا ضغطي واطي اصلا، فلما اديها واحده كده بديها كده واحده نعنشه تودي الدم الاعضاء والمخ، فبحس بنعنشه. انت بقى عندك ضغط اوريدي وضغطك عالي وتعبان، تقوم نازل في ميه ساعه فالضغط يزيد فتنفجر بس. فالضغط العالي مثلا مش كويس للكلى، الكلى بتتعب من الضغط العالي. فلو انا عندي ضغط عالي اصلا وبنزل في كولد باث، ولكن لو انا بتمرن مع الوقت ضغطي ممكن يقل. فاهم حاجه؟ يعني انا عندي ناس كان عندها الضغط عشان بسبب التمرين والدايت ما عادش بياخد دواء الضغط وخف اصلا. بس لو انت اوريدي عندك الضغط وتعبان ما تروحش تنزل في ميه ساعه عادي مان، ايش مالك. النقطه الثامنه انه الموضوع صعب ومتعب شويه ومؤلم، وانت عايز تنزل 3 دقائق 5 دقائق وتمشي، يعني زي الساونا. فاهم؟ لو بقيت قوي ذهنيا، سموه قال سأتحمل الألم فمخي هيبقى قوي. بعدين هو فضل كده خلاص، فهمت النكتة؟ هو فضل كده يعني تجمد، شالوه بقى من هناك صخرة حطوه. انت يا ابني مالك يا ابني، مت تجمدت حتى الموت. سموه قال ان انت بالذهن القوي وتحصل على النتيجه فهو خير الامور وسط عادي. ما حدش قال لك ايه تقعد اسبوع في الكولد باث، هتعيش عادي، هينزل شويه واطلع بس واطلع. الموضوع بسيط جدا. انتوا بتأفوروا، في ناس بتأفور. يا كوتش انا اعرف واحد صاحبي قعد تلت ساعه في الكولد باث جاله، فاهم قصدي؟ ما انت افور في اي حاجه هتتعب يعني. فخير الامور الوسط. النقطه الاخيره هي هايبوثيرميا. من الاخر ده انخفاض درجة حرارة الجسم زيادة سيكا، فانت ممكن تتعب لو انت عندك امراض معينة. في الاول وفي الاخر احنا شباب رياضي وبنتمرن والحمد لله يعني الصحة بخير يعني، فمش لازم واحد عنده 70 سنة وعنده امراض كتير تقول له يا حاج انزل في مية ساقعة. وعشان كده لازم تتأكد من مدربك المتخصص زي سامسون، هو يقول لك لو انت مستعد دلوقتي تبدأ تاخد ايس باث ولا انت عندك مشاكل صحية. لانه لو درجة الحرارة نزلت زيادة شوية وانت عندك مشاكل صحية، او الضغط عالي شوية وانت عندك مشاكل صحية، ده هيأذيك. زي الجيم يا اخي، انا عندي اصابة قوية جدا مثلا، المفروض اريكفر الاول بعدين ارجع الجيم. لو واحد قال لك روح الجيم اتمرن تبقى اقوى وانت اوريدي مصاب، بالعكس ممكن تتقطع بقى العضلة. فاهم؟ فيعني بالراحة، ويبقى معاك مدرب محترف زي سامسون